الدواء ده واضح، ودواء ذاتي معروف، انا عندي ملاريا وده الدواء حقي، لكن الدواء ده ما قاعد يصل للمريض. هاي الناس دي كلنا احنا كلنا ملتفين ورا سيد الغايد محمد حمدان ده، وده رسولنا في الحرب دي. ادي المسيريه دي، ادي الحمر، ادي الشنابله، ادي كردفان دي كلها، ما تنتظر زول يجي من دارفور عشان يقول لهم انا بفزع ولا ما بفزع، هم ما منتظرين فزع اصلا. اديهم سلاح. لو انت عندك فزع خليه يمشي الشمال، لو عندك فزع خليه يمشي رهيد النوبه، لو عندك فزع خليه يمشي مدرمان، لو عندك فزع خليه يدخل الخرطوم. ناس المناطق ديل اديم سلاح، اديم حديد، اديم عتاد، اديم اي حاجه. انا الليله لو في استطاعه السيد الغايد محمد حمدان دقلو ده، انا اي زول في المتقدمه دي وعنده ناس وداري يحارب، اول حاجه بقوم بعملها بعمل له شنو؟ بعمل له اداره وضبط وعمل تنفيذي. انا بديك روحي ذاتي، غصب عني يقاتل، انا بضبطه. ما في حاجه اسمها تاتشر سرقوه ولا ذخيره سرقوه ولا سلاح سرقوه ولا كلام زي ده. العمل ده بيمشي كده. احنا لا دارين نقول لك امشي ادخل المنطقه الفلانيه ولا اطلع من المنطقه الفلانيه، دي ما شغلتنا. انت الليله لو قلت يا اخي راح يلا يا ناس ندخل وشفت اي بلد، احنا معاك، وان كان ده قرار خاطئ من غرفه العمليات احنا بنتبعه وبنمشي فيه، لكن دارين سلاح، دارين سلاح. هدي الناس دي السلاح، من غير سلاح ما تقدر تحارب. عربيه مربطه لا ببلاستيك، ما بعرف حبال بتاعت خيش، الموضوع ده ما بيمشي كده. تدي سلاح للمجتمعات دي، ودي حرب اجتماعيه. عشان انا ما بكره اجي اقول يا اخي ليه الناس دي قتلوا الحوازمه، ليه ابادوا الحوازمه في فرقانهم، ليه الناس دي ضربوا الناس في ما عارف فين، وليه قتلوا. اجي اقول الكلام ده واردده ويكون سخريه ذاته للمجتمعات اللي بتقدم ضحايا، وفجاه ابكي على الحاجه دي، اي انا بدي الناس دي السلاح. الكلام ده يكون واضح يا ناس. ما في زول بيكون قاعد في الصفوف الاماميه دي ما عنده سلاح بيحارب لك دوله. الناس اللي انت بتحاربهم دي الدوله تقتنع ترفض تطير السماء. الناس دي الدوله عندهم وزاره بتاع الدفاع بتجيب اسلحه متقدمه ومتطوره جدا، عندها طائراتها الحربيه، عندها مسيراتها، وبتقتل فيك وبتقتل في مجتمعاتك وداير تبيدك انت. ماشي عديل، ماشي عديل، عامل لك انت، عامل لك تارجت انتاير كوميونتي او عرب استاذ علوش، كوميونتي عديل كده، دار اسالك سؤالين داير يا استاذ تبيدك انت. علوش. لا لا مقاطعه على حديثك، دار اسالك سؤالين لو سمحت لي كده. السؤال الاول يا استاذ علوش لو سمحت لي، هل المؤسسه دي عندها سلاح ولا ما عندها؟ طبعا المؤسسه الدعم السريع دي عندها سلاح كافي لتسليح 50 مليون نسمه طيب باحدث انواع الاسلحه والذخائر وكل شيء. طيب يا استاذ علوش، السؤال الثاني وواصل. ليه نحن بنشوف يا استاذ علوش انه في مجموعات الليله عندها سلاح كافي، تلقى الواحد عنده 500 600 عربيه كويس، والناس دي احنا شفناهم جابوهم لنا في كردفان يعني، والان هسه حتى الناس المحافظ. الأخيرة يعني الناس اللي كانت طلعوا الواحد، في ناس كثيرة طلعت بتنتقد إنه قاعدين في المقدمة بتاعت كازجيل. لا، المقدمة بتاعت كازجيل الناس الأخيرين المرقوا لايفات وقالوا نحن قاعدين في المقدمة وعربيتنا دي ما دورت، اللي دفرناها دفر، والعربات اللي ما دورت اللي خليناها قاعدة. شفت كيف؟ اللي طلعوا بعربيتهم ودفروها دفر. عشان ما اشتت له افكاره لانه انا قاطعته طبعا. كويس. تمام. الليله بنشوف يا استاذ علوش انه في ناس عندهم سلاح كافي، سلاح افضل من السلاح بتاع اسمه شنو، من القوى المشتركه. ناس راكبه عربات مصفحه، قد النظر الاعمار بتاعهم كبار صغار رتبهم راكبين عربات مصفحه كويس، وحتى الجبهات اللي هم قاعدين فيها نمله ما بتقدر تجي داخله. في حين انه في ناس يعني ابناء المنطقه الحقيقيين اللي هم ابناء كردفان المفترض يكونوا هم سادين الجبهه دي، يعني الواحد بده له موتر زي فزعه طويله كويس، وفي واحد تاني تلقاه شايل عربيه لا تعرفها كارو ولا تعرفها شنو، بوكس بتاع لبن، وقاعد بيقول لك شنو، انت امشي غاتل. السر شنو اللي بيخلي يدوا ديل وديل ما يدوم؟ شاكر ومقدر له وبعتذر للاسم شنو للاطاله. والله شوف، نحن طبعا لو انا طبعا لو قلت اي كلام محسوب لي يعني، وانت عارف طبعا، واي حاجه عشان ما صص عليك اللافين ديل. لكن انا زول صريح دائما، يعني الحرب دي انا عندي لها موت او حياه. انت انا ما ليه مسكتها 15 ابريل تتكلم ولا هسوي هسه 15 علوش؟ ابريل.
قلت له علوش تتكلم قرب شغلت عود ها. لا انا زول معروف. انا من 2018 عارف الحلب دي، من 2018. في 2020 جيت قلت من ناوي وجبرين وغيرهم الصعاليق بتاع انسلام جوبا ديل، قلت يحاربوا بعد الدعم السريع من شندي وعطبره. وانا قاعد اقول الكلام ده لو ابليس جيت قلت لي بتعرف الكلام ده، كان ابليس يقول لك انا ما بعرف. ابليس ذات حتى الان قاعد يقول ان انا ده ذات الشيطان، انا ذاتي ما في الكلام ده قاعد في الكلوب هاوس، والغرفه دي حتى الان قاعده وموجوده من 2020. انا قلت الحركات دي هتحارب الدعم السريع من شندي وعطبره. احنا ناس فاهمين الحاجه اللي حاصله في السودان دي، عارفينها سياسيا واجتماعيا، ثقافيا عارفينها، تاريخيا عارفينها. تاريخ ده ما في زول بيجيب قدامنا فيه، سياساتها دي حافظينها، وحفظنا لا زي حفظ اي زول. الليله ما في زول ما بعرف السياسات بتاعت المجتمع السوداني دي. فشوف يا استاذ اخونا دكتور الاغبش، احنا خلينا نكون صريحين، التوازن الاجتماعي في الحرب دي مهم جدا، لان دي حرب اجتماعيه من الدرجه الاولى. دي حرب اجتماعيه من الدرجه الاولى، فلذلك لابد من يكون هنالك توازن اجتماعي. حرب دي ما حربة موتر يا زول، ولا حربة 3 نفر يردفون في موتر ولا 10 نفر يردفون في موتر، ما في كلام زي ده. دي حرب ذكيه، حرب متطوره، عندها مسيراتها المتطوره، عندها اسلحتها الذكيه، عندها اسلحه متقدمه. اقل سلاح عندها 23 اللي بيحملوه في الكروزالات ده. اسلحتها الخفيفه ذات